اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض إن شاء الله أكلة من الأكلات الشتوية المشهورة جدا جدا، ومفيش بيت يقدر يستغنى عنها بتاتا. النهاردة هنعمل مع بعض العدس، بس مش بالطريقة التقليدية، هنعمل العدس بالطريقة الهندية. ممكن تلاقوها طريقة غريبة أو جديدة عليكم، بس طعمها فعلا يستحق التجربة. لو أول مرة تشوفوني، أنا الشيف ماجي، وهكون سعيدة جدا جدا باشتراككم في القناة ولايك على الفيديو ده لو عجبكم، علشان توصلكم وصفاتي أول ما تنزل. ويلا بينا نحضر أجمل طبق عدس يدفينا في برد الشتاء. في حلة هننزل بكوباية من العدس منقوعة لمدة نص ساعة. هننزل عليهم بعد كده ب3 كوبايات من المية المغلية. هنرفع الحلة على النار لحد ما العدس يستوي. طبعا لما نشوف رغوة كده من فوق لازم نشيلها، وبعد كده نغطي الحلة وهنسيب العدس يستوي لمدة نص ساعة. عندي بقى هنا بصلة مقطعاها قطع صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين. دول وحدتين طماطم حطيتهم في مية مغلية وقشرتهم طبعا من القشرة الخارجية بتاعتهم. هبدأ بقى بعد كده أقطعهم بردك قطع صغيرة. عندي هنا فلفل حار على حسب رغبتكم، طبعا أكل هندي يعني فلفل وطعم سبايسي. هقطع القرن زي ما انتوا شايفين كده. وعندي هنا ربع حزمة بس من الكزبرة. ده العدس بقى بعد مرور نص ساعة استوى بقى زي الفل زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى في طاسة على النار هننزل ب3 معالق كبيرة من الزيت. هننزل عليهم بعد كده بالبصل. هنزل عليهم بالفلفل اللي قطعناه مع بعض، وهنقلبهم لمدة دقيقة. عاوزة اقول لكم الريحة خطيرة بجد والله يا جماعة. بعد كده هبدأ بقى انزل بالتوابل بتاعتي الجميلة، وهي عبارة عن ايه؟ نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كزبرة، نص معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة جنزبيل بودرة. هنقلبهم بقى كلهم لمدة دقيقة. بعد كده هننزل بالطماطم وهنسيبهم يتسبكوا لمدة 3 دقايق على نار متوسطة. هنبدأ دلوقتي بقى ننزل بالعدس الجميل بتاعنا المسلوق، وهنقلب كله مع بعضه. هنضيف بقى معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة على حسب المتوفر عندكم. بعد كده معلقة صغيرة من الليمون، وآخر حاجة هننزل بيها هي نص كوباية من الحليب. بعد كده هنقلبهم كلهم زي ما انتوا شايفين. آخر خطوة بقى معانا هنضيف الكزبرة ونديها تقليبة وهنطفي النار. الله الله على الجمال، بجد ريحته تدخل القلب. لازم بجد تجربوه يا جماعة، هيعجبكم جدا جدا. نجيب بقى كده العيش الجميل بتاعنا وهنعمل اللقمة دي ودن قطة، وطبعا كلكم عارفينها. شايفين العدس بقى وجماله؟ بجد أحلى غدا أو عشاء هيدفيكوا جدا جدا. ده غير طعمه الجميل، بدل الفول التقليدي أو طريقة العدس التقليدية. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم على الفيديو ده لو عجبكم، وشير بقى في كل مكان علشان الكل يعمل الطريقة الهندية بتاعت العدس،
ويدعي لي بقى دعوة حلوة كده من قلبكم. وأشوفكم على خير في فيديو جديد، وفي حفظ الرحمن يا أغلى متابعين.